السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده كنت جايب لحضراتكم شرح عن تطبيق كويس جدا، خاص بكرة القدم والرياضة عامة يعني. طبعا احنا يعني يعتبر معظم الناس او تقريبا نص سكان الارض يعني غاويين كرة القدم وبيحبوا يتابعوا اخبار كرة القدم والرياضة عامة. فتطبيق في الجول، هو اسمه كده، اسمه تطبيق في الجول، في الجول. ده تطبيق جميل جدا وسهل الاستخدام، وموجود على جوجل بلاي او متجر جوجل، وسهل جدا ان انت تنزله. تطبيق مجاني طبعا. طبعا هو ده شكله من بره اهو، هو ده اهو في الجول اهو اهو. لو جيت كده دخلت سجلت فيه، اول ما بتخش كده بتلاقي الصفحة دي كده عندك. دي الصفحة الرئيسية، بتلاقيها طبعا بتتقسم لثلاث اجزاء زي كده، اللي هي مباريات اللي هي الامس، اللي هي الماتشات اللي هي بتاعت امبارح، ومباريات اليوم، وهتلاقي في مباريات غدا. ولو نزلت تحت شوية كده ودوست على المزيد من المباريات، طبعا هتلاقي الايام اللي جاية كلها، بيجيب لك مواعيد المباريات لمدة اسبوع قدام، والجميع اخبار البطولات وكل حاجة اهو زي ما حضراتكم شايفين كده. ولو نزلت تحت كده بتلاقي ايه الاخبار كلها اهي زي كده. جا يعني بيتابع الاخبار كلها على مستوى العالم، يعني اخبار الرياضة يعني على المستوى العربي والمستوى العالمي. يعني بيجيب كل اخبار الرياضة في العالم كله، كرة عربية، افريقية، اوروبية، آه، اسيوية، كوبا، امريكا الجنوبية. يعتبر كل الاخبار الخاصة بالرياضة وبكرة القدم بالاخص يعني عامة. حاجة كويسة جدا يعني وسهل الاستخدام. لو جيت كده حضرتك بصيت فوق كده على الشمال، هتلاقي الثلاث شرط اللي على الشمال دول، هتدوس عليهم كده هتظهر لك قائمة. القائمة دي هتبص هتلاقي فيها اول حاجة هتلاقي كلمة اخبار، وهتلاقي في تاني اختيار هتلاقي مباريات، وتالت اختيار هتلاقي صفحة في الجول. بعد كده هتلاقي فيديوهات، بيبقى فيه عبارة عن فيديوهات متسجلة لأهداف المباريات المهمة، وبعض اللقطات اللي هي يعني الطريفة أو الغريبة في الماتشات عامة يعني. هتلاقي فيه بقى ايه صور، وفيه البطولات وأقسام وآراء حرة والفرق المفضلة. ممكن انت الفرق المفضلة دي بتخش عليها كده. آه بس دي هي كانت ببلاش الأول، بس هو دلوقتي عملها بفلوس يعني فمش مشكلة. وفي بقى دلوقتي في الاعدادات، وفي ادارة الباقات، وفي المزيد من التطبيقات والاشعارات المحفوظة. لو جينا دخلنا على الاختيار اللي هو بتاع البطولات اللي هو زي كده، هتلاقي في عندك الدوري المصري، الدوري الانجليزي، الاسباني، الايطالي، ابطال افريقيا، كاس الكونفدرالية، الدوري السعودي للمحترفين اللي هو دوري روشن، الدوري الألماني، الدوري الفرنسي، دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي، دوري المؤتمر الأوروبي اللي هو كأس الاتحاد لا، الدوري الأوروبي ده اللي هو كأس الاتحاد الأوروبي. في بعد كده هتلاقي عندك الدوري المؤتمر الأوروبي. بص جميع البطولات المهمة واللي ممكن يعني ايه حضراتكم تتابعوها. جميع البطولات اللي هي القوية اللي هي الكبيرة. لو جيت دخلت مثلا اخترت انا الدوري الانجليزي زي كده، لو في مثلا حضراتكم اللي بيحب يتابع الدوري الانجليزي واخباره، اخر اخباره ونتائجه يعني، هتلاقي لو دخلت على اللي هي خانة الدوري الانجليزي زي كده، هتلاقي طبعا الفرق اهي بالترتيب عندك كلها.
طبعا ارسنال دلوقتي متصدر بفرق نقطة عن مانشستر سيتي، وبعد كده هتلاقي ليفربول اهو زي كده. آه، وبعد كده لو دوست على المباريات هيجيب لك بقى ايه. دي المباريات اللي هي الايه اللي جايه. ولو وفي هنا اخبار. الاخبار كل الاخبار عن الدوري الانجليزي، الكره الانجليزيه بشكل عامه اهي. وهتلاقي هنا عندك فيديوهات لو عايز تراجع اي فيديوهات للاهداف المهمه او اللقطات المهمه اللي بتحصل في الملاعب الانجليزيه. وهنا البومات، وهنا الفرق اللي هي اللي مشاركه في الدوري كلها، اللي هم ال20 فريق مثلا اللي هم بتاع الموسم الحالي. لو اي فريق مثلا الفريق المفضل عندك انت عايز تتابع اخباره كده، فبتروح مثلا مختار الفريق المفضل ليك اللي زي كده مثلا، وتتابع اخباره كلها زي كده. بتبص تلاقيه جايب لك كل الاخبار او المعلومات المهمة عن الفريق ده. وبتلاقي في الاخر كده الهدافين، اللي هم الايه الهدافين الدوري اللي هو الموسم ده. ترتيب الهدافين بالارقام وعدد المباريات. يعني وحاجة كويسة جدا يعني اي حد بيتابع كرة القدم او بيحب يتفرج على كرة القدم عامة، التطبيق ده هيعجبه جدا، وتطبيق مميز جدا يعني. وان شاء الله اتمنى ان الفيديو يكون عجب حضراتكم وكونوا استفدتوا يعني. وفي انتظار فيديوهات جديدة ان شاء الله عن تطبيقات الاندرويد والويندوز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي طبعا حضراتكم طريقة تنزيل اللي هو برنامج في الجول. بنخش كده على جوجل بلاي ونكتب كده في البحث بتاع جوجل بلاي في الجول، وبتضغط كده بتلاقي البرنامج عندك بالشكل ده. طبعا انا عشان محمله قبل كده فهو ايه مش جايب لي ايه تثبيت، هو ايه جايب لي فتح على طول. انما هو لو حضرتك مش محمله هتلاقيه جايب لك تثبيت مكان كلمة فتح دي، فهتثبته وبعد كده هتدوس فتح زي كده على طول هيفتح معاك. هتدوس التالي بس هتلاقيه فتح مع حضرتك على طول يعني. حاجة يعني كويسة جدا، وهتساعدك كتير في متابعة أخبار كرة القدم لو أنت يعني هاوي أو غاوي متابعة كرة القدم على مستوى العالم كله بشكل عامة يعني. وشكرا جدا لحضراتكم.